ذات أراضي متأثرة بالملوحة مع نضبة المياه العذبة، مما يجعل التوسع في استصلاح وزراعة هذه الأراضي ضرورة ملحة لتحقيق الكفاء الغذائي من المحاصيل الزراعية المختلفة. ومن هذا المنطلق فإن مركز بحوث الصحراء كان حريصا على تمكين المشروع الإقليمي التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وهو حديث الساعة اليوم وغدا. وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والعرفان لإدارة المركز الدولي للزراعة الملحية للدعم المتواصل والكامل مع مركز بحوث الصحراء منذ أكثر من 10 سنوات لإدخال منظومة الزراعة الملحية في جمهورية مصر العربية. وأيضا أخص بالشكر والعرفان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإنفاق الذي كان له دورا رئيسيا مهاما في التمويل، وكذلك منظمات الكوفيد والأوبك والبنك الإسلامي للتنمية بجدة. ولذا أيها السادة الحضور الكرام، كان المشروع مردود إيجابي عظيم من خلال تحقيق تطوير اقتصاد ريفي قابل للاستمرار يقوم على التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني، وكذلك تعزيز قدرات الأسرة الريفية وتحويل الأسر الريفية إلى أسر مستقرة منتجة تساهم في التنمية المستدامة التي تسعى إليه الخطة التنموية الطموحة لحكومتنا الرشيدة. معالي الوزراء، الإخوة الكرام الحضور، اليوم نحتفل بإنجازات هذا المشروع العظيم، وغدا ماذا نحن فاعلون؟ فاليوم نحتفل بإنجازاتنا، نحتفل بالمزارعين المساهمين